صباح الخير يا يحيى. استاذنا الجميل المسؤول عن كل الكلام الجميل، صباح الفل. الله يخليك. اتفضل. فكرت في اللي انا قلت لك عليه امبارح في التليفون؟ فكرت يا سيدي وتفضل. دي مجموعة قصص قصيرة كتبها سناء البيسي، عارفها؟ طبعا، وبتابع كتاباتها وشفت لها معارض لرسوماتها. بس احنا عاوزين رواية تصلح لمسلسل. لو صبر القاتل بس يا يحيى. القصص دي بتعالج مشاكل المجتمع بشكل عصري ودمه خفيف جدا، وكلها من خلال علاقة الراجل والست. انت تقصد ان احنا هنقدمها في شكل حلقات منفصلة؟ بالظبط كده، حلقات منفصلة ما بيربطش بينها غير البطل والبطلة، وفي كل حلقة بيعملوا شخصيتين مختلفتين تماما. ايه رأيك؟ فكرة هايلة، ودي تبقى شكل جديد خالص على الدراما التلفزيونية. والقصص فيها مجال للاستعراض والغنى؟ فيها مجال كبير جدا، ده انا بفكر في بعض الحلقات اخلي الغنى والاستعراض بديل عن الاحداث الدرامية. هقراهم فورا ونتناقش. بس لو ان ده سبق لاوانه، شايف مين البطل ومين البطلة؟ بص، بالنسبة للبطلة انا بفكر لك في مفاجأة، بس مش هقول لك عليها دلوقتي. وما تقولش عليها دلوقتي ليه؟ عشان مش عارف اذا كنت هقدر اقنعها اساسا ولا لا. هتقدر، وعلى العموم انا عرفتها. انا اعمل مسلسلات يا ابو صلاح؟ مستحيل. مالك اتكهربت كده ليه يا زوزو؟ مش قريت القصص وقلتي عجباكي جدا؟ انت كنت بتاخد رايي في موضوع ماليش دخل فيه، ما كنتش عارف انك هتجرجر رجلي كده. هجرجر رجلك في ايه؟ وانا بقول لك هنعمل جريمه، ده مسلسل. ايوه بس انا ممثله سينما، ما اقدرش ابدا اعمل تلفزيون. وتفرق في ايه؟ ده تمثيل وده تمثيل. انا خايف من خطوه زي دي يا ابو صلاح. تخافي وانا جنبك؟ يعني انت هتحضر التصوير كل يوم؟ يعني وافقتي انت كده؟ وافقتي؟ طب في غنى؟ طبعا في غنى، يعني يبقى معانا زوزو ما نخليهاش تغني. طب انا هي مين هو بقى؟ احمد زكي. انتوا الاثنين بقى في بينكم هارموني وانسجام فظيع في الشغل. هايل، وهو اكتر حد هيعرف يعمل كل الشخصيات دي، وكلهم هيعملهم حلو قوي. طب استني اما افرح. سلم لي عليه. ايوه يا احمد. لا انا بكلمك من عند سعاد. انتوا متخانقين انت وسعاد يا احمد؟ ما اعرفش. لا وافقت تعمل المسلسل، بس انا لما بقول لها ان انت هاجت واتجننت وقالت لي لا مستحيل اشتغل معاها تاني ابدا. مش عارف، حاول تقنعها انت، لانه ده انا كاني شتمتها. اهي معاك. اخص عليك. الو. ايوه يا احمد، ما تصدقوش. بالعكس، ده انا مبسوطه جدا ان احنا نشتغل مع بعض. طبعا لو ما كانش هو قال لي عليك كنت انا هقول له ان انت اللي لازم تعمل الدور ده، بس لازم نقعد مع بعض عشان نتكلم في حاجات كتير قوي. امتى بقى؟ طيب وفين؟ اوكي تمام كده، باي باي. شفتي بقى زي شكة الدبوس. ده في ايه ده يا اخويا؟ خالي لسه ما ردش على الجوابات. هو في الواقع يعني ما ردش. ايوه. سمعت في الراديو ان في بلد ليلها نهار ونهارها ليل، اسمها الدنمارك. صح، وفي بلد اسمها الاسكايمو، 6 اشهر ليل و6 اشهر نهار. قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ولا فيش حاجه بعيده عليه ابدا. يعني قصدك الخلفه؟ ايوه قصد الخلفه، امال هيكون قصد ايه يعني؟ يعني سبحانه وتعالى يقول لي شيء كون فيكون، ويجي على الخاين الغدار. الا تفتكري الضفراوي بيتاخر على الرد ليه؟ يمكن يكون زعلان منك ولا حاجه. زعلان مني في ايه؟ ليه لا سمح الله؟ يمكن تكون بتزور ولا بتشوف حد من ضدياته. حد زي مين مثلا يا عواطف؟ اضربي مثل واحد. الحاج اسماعيل. الحاج اسماعيل ابو بدريه. مش الحاج اسماعيل ده كان بيساعد المنافس بتاع خالي في الانتخابات؟ يا عواطف احنا في بلد ديمقراطيه،
والاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. انت عارفه الضفراوي بدا ما بعتليش رد ليه؟ ليه؟ عشان يريد ان يراني راى العين، وعشان عايز يشكرني على الانتخابات ومجهودي فيها يا عواطف. ايوه يمكن. ستوب يا عبد الله، اديني مدام سعاد على الهيدفون. مدام سعاد، استاذ يحيى عايزك على التليفون. ايوه يا استاذ يحيى. ايوه مدام سعاد، انت سامعاني؟ ايوه سامعه حضرتك. لما احمد يخلص كلامه خليكي باصه ناحيه كاميرا 2 وما تلتفتيش بعيد، عشان هي دي الكاميرا اللي واخداكي. ازاي يا استاذ يحيى؟ يعني انا ابقى بمثل وادور على كاميرا 1 فين وكاميرا 2 فين؟ ما اعرفش امثل كده. يعني ده هيبقى تمثيل ده ولا اسمه شغل جلا؟ انا مش هقدر اشتغل كده يا استاذ يحيى. يا ريت تقابلني في مكتبك بعد شويه. هكمل البوست بعدين، اتفضلي انت دلوقتي. حاضر يا فتحت امرك. شوف بقى يا يحيى، انا مش هكمل المسلسل ده. شوفوا لكم حد غيري يكمله. ازاي بقى؟ اهدي كده وقولي لي ايه اللي مزعلك. انا طريقتكم دي ما تنفعنيش. انا غلطانه اني وافقت من الاول. انا مش فاهم، ممكن توضحي من غير انفعال؟ طريقه ال3 كاميرات دي بتلخبطني. بصي في الجمله دي للكاميرا دي، وبعدين تلفتي بصي للتانيه، وخلي بالك من الكاميرا اللي هناك. انا مش عارفه اتاقلم على الطريقه دي. الطريقه دي بتلخبطني وبتخليني اخرج من المود. احنا لسه في اول ايام التصوير، والاحساس ده هيختفي بالتدريج مع مرور الوقت. مرور الوقت يعني ايه؟ طب والمشاهد اللي انا حسيت ان ادائي فيها ضعيف اللي فاتت دي؟ الاداء في اللي فات كان كويس، وانا اللي بحكم. بس انا مش شايفه كده، وبعدين كمان مش مستريحه. ايه الحل بقى؟ الحقيقه مش عارف. انت كده بتحطي يعني سيبوني امثل، مش هغير تمثيلي عشان وضع الكاميرات. سيبني اتصرف بطبيعتي وتلقائيتي، وانتوا ظبطوا الكاميرات عليا. ممكن؟ هو طلب صعب، لكن هحاول هبذل اقصى مجهودي. متشكره قوي. انت زعلان مني؟ لا ابدا، شيء طبيعي ان انا اتعاون معاك عشان نوصل لافضل نتيجه. حس كده بقى. انا ليا طلب تاني. خير؟ ممكن تستخدم سلطاتك وتجيب لي اوضه هنا في الاستوديو؟ اوضه؟ ما انت ليكي اوضه. بس مش هينفع ابات فيها. نعم؟ انا محتاجه اوضه انام فيها في الاستوديو. هنا في الاستوديو؟ ايوه، انا عايزه احس طول الوقت ان انا متعايشه مع المشاهد ومع الشخصيات اللي انا بعملها. مش عايزه احس ان انا مشتته بره المسلسل. اسمحي لي اقول لك من غير زعل، انت مجنونه مش كده؟ جدا، لكن جنون خلاط ما اقدرش اقول له لا. حاضر، بس دي هتبقى الحلقه الاولى من نوعها في تاريخ التلفزيون. تجيب لي الشوكولاتة لا بلاش يا ولد، روح رجعي البطاطا لا بلاش يا ولد، لا تجيب لي الشوكولاتة لا بلاش يا ولد، روح رجعي البطاطا لا بلاش يا ولد. عندي فستان بكلفة وجزمة حمرا تحفة، عندي فستان بكلفة وجزمة حمرا تحفة، يروح كله ويخفى وتجيني الشوكولاتة. يا ولا لا تجيب لي الشوكولاتة لا بلاش يا ولا، روح رجعي البطاطا لا بلاش يا ولا، لا تجيب لي الشوكولاتة لا بلاش يا ولا، روح رجعي البطاطا لا بلاش يا ولا، لا تجيب لي الشوكولاتة لا بلاش يا ولا، روح رجع البطاطا لا بلاش يا ولا. على فكرة أنا بحب أغنية الشوكولاتة دي قوي، مش بس عشان الأغنية كويسة، بس أصل أنا مدمن شوكولاتة. المهم يا سيدي، نجحنا نجاح رهيب. كانت الشوارع بتفضى وقت إذاعة الحلقة، وكل الناس كبار وصغيرين بقوا يغنوا أغنية التتر في كل حتة، والأغاني نزلت على شرايط كاسيت كمان. بقيت أمشي كده في الشارع أسمعها في كل حتة، في العربيات والمحلات والدكاكين والبيوت. خدنا كمان جوايز في كل حتة. ده احنا خدنا جوايز حتى في اليابان. فضل بقى يا سيدي المسلسل يتعرض في كل تلفزيونات الدنيا لحد النهاردة. كل ما يخلص من قناة يبتدي في قناة تانية. طيب يبقى صلاح جاهين كان عنده حق لما أقنعك تعملي هو وهي. صلاح ده طول عمره كان عنده حق.
تعبان قوي يا سعاد. مالك؟ اغمى عليه النهارده وهو بيفطر، لان على هنا الدكاتره قالوا ان الاجهزه عنده تعبانه جدا، القلب والضغط والكبد كل حاجه. يبقى لازم اشوف زياره ممنوع يا سعاد. معلش يا ساميه، لازم اشوف زياره ممنوع. معلش ممكن اشوفه؟ مدام سعاد مش هينفع. صلاح راح الغيبوبه يا سعاد. يبقى انا لازم اشوفه يا دنيا. ابعدي. عامل ايه يا مدام؟ واحد بيتصل من نظم بيقول الاستاذ احمد زكي. شكرا. الو. ايوه يا احمد، انا بهاء جايين يا حبيبي. الحمد لله. لا لسه في العنايه. الغيبوبه. لا تيجي ازاي؟ انت لسه عامل عمليه. عارف طبعا يا احمد. سعاد معانا ما بتسيبناش. خلي بالك انت بس من صحتك. حاضر. مع السلامه. استاذ بهاء. نعم. هي مدام سعاد حسني قريبتكم؟ لا. انا اسفه بس اصلا ما بتسيبش والدك ولا ثانيه. دي حتى بتيجي الساعه 1 و2 الصبح وبتتخانق معانا لو ما دخلناهاش، وبتفضل قاعده جنب والدك بالساعات. بس اللي بينهم اكتر من القرابه بكتير قوي. بعد اذنك. اوعى تكون زعلان مني عشان مش قاعده معاك طول الوقت. غصب عني والله يا ابو صلاح. انت عارف ان انا ما بيبعدنيش عنك غير الشديد القوي. بصور بقى الايام دي، بس عندي ليك خبر هيبسطك قوي. انا وعلي دلوقتي مستريحين اكتر مما كنا متجوزين. عرفنا نبقى اصحاب. بطل دلع بقى وقوم. انت هتسيبني لايصه كده كتير. انا محتاجالك. ما ينفعش تسيبني. ما تستعبطش يا ابو صلاح. انت عارف انك اهم حاجه في حياتي. انا من غيرك اضيع. قوم عشان خاطري. وحياتي عندك لا انت قايم. ده انت عقلي اللي بفكر بيه، ولساني اللي بتكلم بيه، وقلبي اللي بيدق ويحس. ما ينفعش تسيبني لوحدي. مش هعرف اعيش من غيرك. قوم والنبي بقى. قوم يا ابو صلاح. ايوه قوم. قوم يا ابو صلاح. تنقله مصحة نفسية؟ لازم يا مدام سعاد. ليه يا دكتور؟ هو صلاح عنده ايه بالظبط؟ استاذ صلاح عنده حالة من الاكتئاب النفسي الحادة جدا، واكتئابه من نوع النادر. نادر؟ انا هحاول ابسط لك المسألة. الاستاذ صلاح بيتعالج عندي هنا بقاله سنين طويلة.
وبيتعالج من الاكتئاب، وتقريبا عايش على ادويه الاكتئاب. بس دي اول مره اعرف الحكايه دي. لانه ما كانش عايز حد يعرف، خصوصا انت. كان بيقول انا مش عايزها تشيل همي، انا المفروض اشيل همها. بس انا اضطريت اقول لك لان مفيش حد هيقنعه انه يروح المصحه غيرك انت. هو بيحبك وبيسمع كلامك وضعيف قدامك، عشان كده انا طلبتك تيجي لي النهارده. بس انا برضو مش فاهمه ليه لازم يروح المصحه. الاستاذ صلاح بعد الازمه الصحيه اللي مر بيها انكسر جامد، وهو اصلا كان مكسور، لكن كان عنده حاله من المقاومه، لكن فجاه توقف عن المقاومه واستسلم. انا ساعات بشوفه بالذات في الفتره الاخرانيه حالته المعنويه مرتفعه جدا، خصوصا بعد ما فاق من الغيبوبه. ايوه، وكنت برضك بتلاقيه صامت وحزين ورافض كل مظاهر الحياه، صح؟ صح. هي دي بقى حاله الاكتئاب اللي عند الاستاذ صلاح. ساعات بتنتابه حاله من البهجه والمرح اكتر من الطبيعي، وساعات بيجيله حاله من الحزن والصمت والالم فوق طاقه البشر. حاله اضطراب نفسي مركبه وخطيره، وبتسيطر عليه في الحالتين رغبه قويه وشديده انه ينهي حياته. لو اتخذ القرار ده وهو ما بين حاله الحزن والمرح هينفذ فورا. عشان كده لازم يكون تحت الملاحظه 24 ساعه مدام سعاد. لازم يتنقل مصحه يا مدام سعاد، لازم. صباح النور يا مدام سعاد. صباح الفل يا حبيبي. انت فطرت؟ مرضيش يفطر ابدا. طب كويس عشان نفطر مع بعض. ممكن بقى تقومي تجيبي لنا 2 فطار؟ حاضر، بس خدي بالك منه. حاضر. دلوقتي بقى يا ابو صلاح انا عندي مشكله ومحدش هيقدر يحلها لي غيرك. امي يا سيدي زعلانه مني عشان بقالي كتير ما سالتش عليها، وطبعا هي عندها حق. فانا قعدت طول الليل بقى افكر تعملي ايه يا زوزو عشان تصالحيها، تعملي ايه يا زوزو عشان تصالحيها، وخصوصا يعني ان عيد الام قرب. فقلت ان انت الوحيد اللي هتقدر تصالحني عليها وتخليها راضيه عني. عارف هتصالحها ازاي؟ ان احنا نكتب لها اغنيه، انت تكتب لها الاغنيه وكمال الطويل يلحنها وانا اغنيها ونزعلها في عيد الام. ايه رايك في الفكره النميسه دي؟ خد يا ابو صلاح اكتبها لها. خد امسك القلم. طب اطلع لك السرير فوق شويه؟ يا ماما يما يماتي صباح الخير يا مولاتي، يا ماما يما يماتي ابوس الايد وقلبي سعيد يا اول حب في حياتي، علشانك النهارده الدنيا كانت معايده مال الربيع اخبار الفيلم الجديد كويس، بس التمثيل من غير حوار صعب قوي يا ابو صلاح. مش خالصه، بس لعلمك بقى ريم دي احلى شخصيه في عصفور من الشارع. طب يا رب اعرف اعملها وما بوظهاش. يا سلام على التواضع. انا اتاخرت على الاوردر بتاعي، هضطر اروح وارجع لك. اجيب لك ايه بقى وانا راجعه؟ عايز بسبوسه بالقشطه. السكر يا صلاح. سكر ايه؟ ما انا خسيت اهو يا ساميه. انا بفكر اعمل فوازير السنه الجايه. مش بذمتك بقيت ارشق من بنتي. الجو النهارده حلو قوي. ما احنا في الربيع. الجو بديع. قفلي على كل المواضيع. قفل 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 قفل. انت هتاخرني على ميعادي. هروح وارجع لك تاني. هجيب له حته بسبوسه صغننه عشان ما تزعليش يا سامي. باي باي. باي.
سعاد الحقيني يا سعاد. يا خلاص طلع علي. دخل الربيع بيضحك لقاني حزين، نده الربيع على اسمي لم قلت مين. حط الربيع أزهاره جنبي وراح، مش تعمل الأزهار للميتين.